صباح الخير. للاسف معظم الناس دابا كيعانوا من هذا المشكل ديال ان الانتاج ديال البيض ضعيف عندهم، يعني الدجاج ما كيبيضش بزاف، وكيعتقدوا هذاك الشيء عنده علاقه غير بيهم هما، ولا عنده علاقه غير بالدجاج ديالهم، ولا بالمنطقه، ولا راه في دول اجنبيه كيعانوا من هذا المشكل في هذه الفتره في العام. في الناس تاع الجزائر، الناس تاع تونس، مصر، وحتى في اسبانيا. شتي اسبانيا المناخ ديالها مختلف علينا حنا، او قريب شي شويه. راه حاليا الدوائر اللي كاينين تما عندهم هذا المشكل، المغاربه دايرين الدجاج تما، وعندهم مشكل ديال ان الدجاج ما كيعطيش داك الكميه ديال البيض اللي مولفين. حنا هنا في المغرب اش كنديروا فاش كتكون الوقت شويه ناقصه ولا اش كنعاودوا؟ كنشدوا الحلبه مثلا، يا اما كطحنها وكتخلطها مع العلف ديالهم، مع شي علف اللي بيشد ديك الحلبه اللي كتطحونها، ما يخليهاش تضيع، وكنعاونوا بها الدجاج. وفي هذه الحاله كيعطي شويه ديال الانتاج. ولا كنشدوا الحلبه كنرطبوها وكنعطوها لهم مع الماء، كنرطبوها في الماء وكتولي تتنفخ مزيان وتجي ساهله في الهضم ديالها، وكنخلطوها لهم مع العلف، ولا كنعطوها لهم كاع هكا كياكلوها. الا ولفوها كياكلوها كيخدموا بها مزيان، وهي كتعاونهم، لان تبارك الله الحلبه راه فيها ميده تبارك الله، كتعاونهم. نتكلم لكم على الناس تاع اسبانيا. واحد الصديق ديالنا كاين تما، عنده الدجاج ديالو تبارك الله كينتج. واحد الوقيته نقص، في الوقيته في العام نقص عنده الانتاج. ما عرف شنو يدير. هو كيقلب بحال هكا، ولقى واحد البرودوي كيخدموه في الصين، وقال لي كيعطي البيض غليظ وكذا كذا، وخداه وعطاه الدجاج ديالو، ويعطي البيض كثير وعطى البيض غليظ، يعني خدام معاه مزيان. ولكن انفو انه قطع عليه داك البرودوي، ما بقاش كيعطيه ليه مع العلف، صافي الانتاج ثاني رجع عنده كيف كان. يعني دابا انت الا جيت تحسب معاه مع داك الشيء اللي بتعطيه الدجاج، ما غايجيت لك والو. اللهم تخدم بطريقه عاديه. حنا باش كنعاونوا غير بالحلبه. الحلبه هي باش كنعاونوا في هذه الوقيته في العام، كنزيدوا عليه مع العلف، وتبارك الله كيخدم مزيان. وغير تفوت هذه الفتره غير رجع عندكم الانتاج مزيان، وترجع فلوس كاع الفلوس اللي خسرتي على الدجاج غترجعوا. المهم هو تستمر، الاستمراريه هي اللي مهمه. وتحياتي لكم.